جواو مينديز ابن الساحر رونالدينيو أصبح لاعبا في برشلونة. السلام عليكم ورحمة الله. من هو جواو مينديز ابن الساحر رونالدينيو أسطورة برشلونة؟ وما هي إمكاناته ومهاراته الفنية؟ ومن أين جاء وإلى أين سوف تقوده هذه الرحلة مع برشلونة؟ جواو مينديز دي أسيس موريرا برازيلي، وهو ابن الساحر العلامة الكروية رونالدينيو. انتقل من كروزيرو البرازيلي إلى برشلونة، حاليا يلعب ويتدرب في برشلونة بي أو برشلونة أثليتيك على أمل الحصول على عقد احترافي مع برشلونة. فهو حاليا يخوض فترة اختبارية، فترة اختبارات، وإذا نجح اللاعب في هذه الفترة سيكون برشلونة على استعداد لتقديم عقد احترافي لجواو مينديز. طوله 178 سنتي وعمره 18 عام. وخلينا ندخل للموضوع من الناحية الفنية وإمكانات اللاعب المهارية بعيدا عن أي أمور أخرى متعلقة باللاعب، لأن اسم والد اللاعب يعني عامل ضغط غير عادي على اللاعب، وهذكر ده أثناء كلامي عنه وعن إمكاناته الفنية في الفيديو. اسم رونالدينيو بلا شك مقترن بالسحر الكروي والإبداع الذي ليس له نظير، شيء مختلف مميز في تاريخ برشلونة وحتى في تاريخ كرة القدم، وربما لن يتكرر. وعندما يذكر أن لرونالدينيو ابن أو أبناء، ستتمنى لو أن أحد أبنائه يكون خليفته أو حتى يتفوق على والده، ولما لا؟ فكثير من الأبناء تفوقوا على أبائهم في نفس المجال، وكثير من التلاميذ تفوقوا على أساتذتهم في نفس المجال. وعندما ظهر جواو مينديز ابن رونالدينيو استبشرنا خيرا وقلنا يا رب يكون ابن الوز عوام، والجملة الشهيرة مات في القرية ساحر فاستراحوا من أذاه، خلف الساحر جنيا فاق في السحر أباه. لكن وبعد مشاهدة بسيطة ولا تحتاج أظن بعدها لتدقيق، جواو كل ما يملكه هو اسم والده وأسطورية والده وتاريخ والده، فهو في رأيي يمكنه أن يحترف أي شيء إلا كرة القدم، لأن ببساطة أي شخص يمكنه أن يلعب كرة القدم بشكل عادي وكهواية، ولكن قليل من يستحق أن يحترف ويمتهن كرة القدم كمهنة ووظيفة. جواو وبكل وضوح من الصنف الأول الذي يمكنه أن يلعب كرة القدم كلعبة وكهاوي، ولكن لا يمكنه أن يكون محترف كرويا من خلال ما رأيته ولمحته في كل لمساته وفي كل الفيديوهات التي رأيتها وشاهدتها له. فهو لاعب عادي وأقل من عادي من حيث المهارات الفردية وحتى القوة الجسدية وكل المؤهلات الفنية، وهذا ليس بسبب كونه ابن رونالدينيو، لأن كونك ابن أسطورة يجعل الضغوط عليك تكون أكبر من حيث المتوقع منك، ولكن حكمي عليه وكلامي بعيدا عن هذه النقطة تماما، وإنما هو بناء على قدراته المهارية والفنية فقط. لاعب لا يملك الذكاء الكروي ولا المهارة ولا القوة، ولا يوجد به شيء يميز عن أي هاوي غير كونه ابن الساحر روني. وأعتقد أن مجيئه لبرشلونة ومحاولة التعاقد معه ما هي إلا مجاملة لوالده أسطورة النادي لربط اسم جواو مينديز ببرشلونة بعقد رسمي وأوراق رسمية، ليسهل عليه فيما بعد الذهاب لأندية أقل من برشلونة، فيجد مكان له في عالم كرة القدم. ولا تستغربون، فالواسطة والمجاملات في أي مكان في العالم وليس في عالمنا العربي فقط، وقد حدث ذلك حتى في برشلونة قديما في عهد كرويف، أيام كرويف، عندما كان زوج ابنته يلعب حارسا لمرمى
برشلونة. بعيدا عن هذه القصة، فأنا وجهة نظري في جواو مينديز قلتها وبكل صراحة ووضوح، بعيدا عن الضغوط التي تلازمه وتحيط به أنه ابن أسطورة ولازم يكون أسطورة. غير صحيح. أنا تكلمت في نقاط معينة ونقطة محددة وهي إمكانات اللاعب، وما رأيته في جواو لا يؤهل أبدا للاعب في برشلونة ولا حتى المستوى المتوسط في الأندية سواء في الدوري الأسباني أو غيرها. وفي الختام هذا كلام تقبله أو ترفضه لكن باحترام. والسلام. لا تنسى مشاركة الفيديو مع الأصدقاء ودعم الفيديو بالإعجاب حتى يصل الفيديو أكبر قدر من الجماهير، وأيضا الاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.